أنت قرارك ركلة جزاء، سيزعل عليك بدر الدين والجماهير المغربية ستزعل. حسما ما نحبش أي انتصار يكون فيه تشويش. أنا أقول أن هذه الحالات لابد أن يكون رأي مختلفة، وحتى الحكم إذا كان مثلا 3 حكام هناك، واحد منهم يقول ركلة جزاء. يا حسام يا صديقي، يا حسام يا صديقي، انتظر، نريد صراحة منك. نعم انتظر. ولكن أنا حسام الدين إيه؟ إذا كنت الحكم إيه؟ أقول ركلة جزاء إذا كان لي الحكم. لماذا؟ لأن أولا الكرة، لأن أولا المدافع وأنت تشاهد المغرب استخدم يده. يعني في إعاقة. في إعاقة. أنا أقول أن هناك خطأ، لكن هذا ما رأيت. ولكن أنا أيضا أقول أن هل المهاجم، أن أقول مهاجم، هل يدي المدافع هو الذي، هل وقوع بنسبة الخطأ أم مبالغ فيه؟ نعم، كان مبالغ. وهذا لأن ولما رأيت وشاهدت مرات نعم، ممكن أن نقول أن الحكم يرى أن المهاجم بالغ. أنت قرارك ركلة جزاء، ليس قرار، فكرة. لو كنت حكما ستحتسبها ركلة جزاء. ليس قرار، وأقول فكرة. ولكن أنا أقول لا حسام لحظة. أنت رأيك أن هذه ركلة جزاء لو كنت أنت حكما. نعم صحيح. سيزعل عليك بدر الدين والجماهير المغربية ستزعل. قراري، ولكن قراري أو فكرتي لا يبدو أن الحكم أنت ليس حكم. لكن أنا أقول أن المشكلة أن الحكم لا يعود إلى الفار. هذا هو المشكلة. يعني اتفقت مع فتحي. نعم، هذا هو المشكلة. لو ذهب إلى الفار أنهى الجدل. لما رفض الحكم أن يعود إلى الفار، هذا هو المشكلة. في كلمة فقط، لأنه بدر ربما عنده الكلمة. شوف، وقت اللي قلت المغرب لعبت بالنار نعرف ايش نحكي. معناها الفرصة نتاع الشوط الأول، الفرصة نتاع بداية الشوط، ثم تخلي روحك لدقيقة 94 كيما تونس البارح ل 94 وما فماش معناه سيطرة ميدانية للمغرب، تخلي روحك تحت رحمة أي عملية فيها نقاش. إذا هذاك علاش المغرب لعبت بالنار. وقلت أنا حبيت وتمنيت لو الفار يعيط له ويقول له إجا شوف. جميل. حسما ما نحبش أي انتصار يكون فيه تشويش. احنا بنتكلم على سيناريو تونس بالأمس بتاع اللحظات الأخيرة، وما تكلمناش على سيناريو المغرب نفسه. يعني من لم يتعلم من الدروس فلا يلومن إلا نفسه. المغرب نفسه في مباراة المالي في الثواني الأخيرة كانت في كرة فيها كلام كبير إنه ممكن تكون ضربة جزاء في مباراة مالي. تخيل في اللحظات الأخيرة وكان فيها شك، البعض قال أنها ضربة جزاء صحيح في مباراة مالي، وانتظرت حتى اللحظات الأخيرة عشان تحسم المباراة. لذلك أنا بقول دايما أنه المنتخب اللي عنده كل هذه المقومات وكل هذه القدرات عليه أن يجهز على المنافس مبكرا ويحسم المباراة مبكرا، حتى لا احنا شفنا التحامات قوية. كل اللي أنا حذرت منه امبارح يا مشاري، الالتحامات القوية والخوفا من الإصابات، كل ده شفناه في الشوط الثاني. لكن ترى حسام اتفق معاك انها ركلة جزاء، يعني بدر وفتحي. حسام اتفق مع صابر انها ركلة جزاء.